تقع نقطة بوزريق على مسافة 220 كيلومتر من مدينة الكفرة، على طريق الكفرة جالو، الشريان الحيوي الوحيد الذي يربط هذه الواحة بالساحل. خلال شهر يوليو وأغسطس 2015 ميلادية تعرضت مدينة الكفرة لعدة هجمات من شمالها وجنوبها، لعل أخطرها هو محاولة احتلال مدخل المدينة والسيطرة على معسكر الإمداد، لكن هبة أبناء الكفرة ذلك الصباح أفشلت المخطط وأسفرت عن هزيمة المعتدين الذين جاءهم الرصاص من كل حدب وصوب، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ذلك الهجوم لم يكن حدثا عابرا، بل كثير من الحقائق والمتطلبات برزت بوضوح. لماذا كانت هذه المحاولة؟ وهل استعانة أحد أطراف الصراع في الكفرة بالمرتزقة سببه العجز عن المواجهة، أم أن هناك مصالح أخرى؟ اندحر الغزاة في ذلك الصباح، لكن الجبناء عادة يلجؤون إلى السبل الدنيئة عندما يعجزون عن المواجهة. تمركز هؤلاء المرتزقة الأوغاد في نقطة بوزريق، واتخذوا من واحة بالزيمة الواقعة 80 كيلومتر غرب بوزريق قاعدة للتدريب والتخزين. مارسوا كل أنواع الحرابة والإرهاب، فاختطفوا الأبرياء المسافرين على طريق الكفرجال، ومارسوا الابتزاز على المختطفين وأذاقوهم صنوف العذاب حتى قتلوا أحدهم. أرعبوا النساء والأطفال ونهبوا مقتنيات المسافرين وأموالهم، وأغلقوا الطريق تنفيذا لسياسة الخصم الذي عجز عن المواجهة داخل الكفر. يوم الاثنين الموافق 1 من فبراير، وفي إذاعة الكفرة المحلية، الحاجة عزيزة تستنهض المعتصم وتتردد تلك الاستغاثة عبر عصور التاريخ الغابرة ومعتصماه، فهل من مجيب؟ الطريق هذه ديرولها حل بأيها وسيلة. بأي وسيلة تنحل الطريق هذه، مشكلتها هي الأولى. الله حسبي الله ونعم الوكيل، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الثلاثاء 2 من فبراير، كتيبة سبل السلام السلفية والقوة المساندة لها من أبناء مدينة الكفرة يخرجون في دورية بالصحراء. لم تكن تلك الدورية قوة ضاربة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهذا هو حال الدوريات الروتينية. صبيحة الأربعاء 3 من فبراير، كان كل شيء يبدو على ما يرام في نقطة بوزريق، فعندما توالت الأيام ولم يخرج إليهم أحد، أصبح في اعتقادهم أنه لن يهاجمهم أحد. في الجانب الآخر كان الشيخ عبد الرحمن هاشم آمر الدورية قد اتخذ القرار، فجمع رفاقه وحدثهم عن أمر المرأة التي استغاثت، وعن رغبته في تلبية النداء، وحثهم على الثبات والمواجهة، فلم يجد إلا أسودا يتشوقون للقاء العدو، وقد استحضروا ماضي أجدادهم المشرف. يوم اللي ربي كتب لك عمرك، كتبها من عمرك 4 شهور في بطن امك، كتب لك كانت تموت في اليوم الفلاني، ما فيش حد كتب له موتين. في واحد مات موتين يا جماعه، سمعتوا؟ ابدا. كل اي واحد يجي عمر واحد، ويوم واحد باذن الله ننتصروا. انطلقت تلك القوة تطوي الصحراء صوب بوزريق، وبدأ الهجوم على حين غرة، فإذا بالقوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي لحظة من لحظات القدر الرهيبة جاء خبر النصر المبين، وعبر إذاعة الكفرة المحلية أيضا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبشر أهلا في مدينة الكفرة. قبل قليل كنت على اتصال هاتفي بالشيخ عبد الرحمن هاشم آمر كتيبة سبل السلام السلفية، ولله الحمد قاموا صباح هذا اليوم بمداهمة بوابة بوزريق، حيث تتواجد العصابات الشادية وجماعة العدل والمساواة، ولله الحمد قاموا بأسر عدد 6 أشخاص منهم وقتل 2، وأيضا حرق سيارة تابعة لهذه المجموعات، والباقي قاموا بالفرار. لم تكن قوة المرتزقة في بوزريق
سوى نمر من ورق، فتفرقوا ما بين قتيل أو أسير، وعرباتهم ما بين محروقة أو غنيمة، فيما لاذ بعضهم بالفرار. هنا في الكفرة امتزجت دموع الفرح بالزغاريد حين رفرف النصر المؤزر على قبور الشهداء مستمطرا شآبيب الرحمة على أرواحهم الطاهرة، فقد تحقق الثأر لكل شهيد ويتيم وأم مكلومة وأرملة حزينة. الخميس 4 من فبراير، قوة مسلحة من كتيبة ثوار الكفرة بقيادة صالح شويشين تخرج في دورية جنوب الكفرة، فتلتقي قوة أخرى من المرتزقة لتكتب سطرا جديدا في ملاحم الانتصار، عندما أحرقت عددا من سياراتهم وقتلت بعضهم، فيما ارتقت روح الشهيد مسعود بوبعيد. وفي ذات اللحظات كانت إذاعة الكفرة المحلية قد بدأت حملة لجمع التبرعات لمساعدة القوة التي حررت نقطة بوزريك، فإذا بالكفر على بكرة أبيها تتبرع، وكان المستهدف جمع 5000 دينار، فإذا بالرقم يصل إلى 270,000 دينار، ليرسم أبناء وأهالي الكفرة ملحمة أخرى من التعاضد والتكاتف. تلاميذ بملابسهم المدرسية يتدافعون على الإذاعة وقد تبرعوا بثمن إفطارهم، ونساء يتبرعن بالحلي والذهب والنقود، لا بل أمهات الشهداء ممن قدمن فلذات أكبادهن دفاعا عن الكفرة، فإذا بهن يتبرعن بالأموال ليثبتن أن الكفرة أغلى من المال والأبناء. الجمعة 5 من فبراير 2016 ميلادية، ذات القوة التي حررت نقطة بوزريك لم تكن ليهدأ لها بال، وواحت بالزيمة حيث لاذ إليها المرتزقة على مرمى حجر منهم، فانطلق جزء من تلك القوة يدك معاقل المرتزقة في واحة بالزيمة ويلحق بهم هزيمة نكراء ومزيدا من الغنائم ومزيدا من القتلى. أما الأسرى فكان يتم اصطيادهم والقبض عليهم بالأيادي كما الأرانب في الصحراء. ثلاثة أيام متتالية وثلاثة انتصارات متتالية جعلت الكفرة هي قبلة كل الليبيين الشرفاء، وهم يرون الساسة يتصارعون على المناصب، بينما أبناء الكفرة بدون مساعدة من أحد يسطرون ملاحم العزة ويذودون على ثروات وتراب ليبيا. فانهالت مواقف التضامن والرغبة في التبرع بالمال والتطوع للقتال، وعرف الليبيون الفرق بين معادن الرجال. وبهذه الانتصارات أصبحت نقطة بوزريك تحت سيطرة أبناء الكفرة، وأصبحت الطريق آمنة للمسافرين، ولم يمر عليهم شيخ أو امرأة إلا وأعطاهم من كلمات الفخر والزغاريد ما تعجز عن وصفه الكلمات. حررتوها وانتم رجالها اليوم، انتم هلها. الله يسأل الله ربي سبحانه وتعالى يثبت أقدامكم وردوا بالكم من الظلم وعطوا الطريق حقها وما تظلموا حد، وردوا بالكم من الضعيف وردوا بالكم انتم أخلاقكم كيف أخلاقكم، عاملوا الناس بأخلاق حسنة، وهذا اللي ينصركم الله بها. الأربعاء 10 من فبراير، قوة من الجيش الوطني تستلم نقطة بوزريك من كتيبة سبل السلام، ليعود أبناء الكفرة المجاهدين ويستقبلهم أهلهم استقبال الفاتحين. وهكذا تضاف ملحمة أخرى إلى ملحمة 19 من يناير 1931 ميلادي. مرحب بالجنة جت الدنة، ملحمة يثبت فيها أبناء الكفرة إنهم أحفاد أولئك الأجداد الأشرف. واجب أطفال بدون مساندة خارجية من جميع شباب الكفر، كلهم من الكفر، يعني ما فيش أي واحد من برا. سطرتوا تاريخ أجداد، أيام أجدادكم أيام الطليان. يا وطن بالدم نبدو ولا يوم نرضى هل في ذوم نحمود ونموت يا وطن دونا.
تموت ونموت يا وطن دونا. دا يوم هندونا علينا تهون يا وطننا ترابك بعد منصون. دا يوم هندونا علينا تهون يا وطننا ترابك بعد منصون. دا يوم هندونا علينا تهون يا وطننا ترابك بعد منصون.